كان في بنت متضايقة جدًا من مامتها، عشان قالت لها ما ترجعيش متأخر بالليل، والبنت كانت شايفة إن ده تحكُّم مش خوف، ويمكن بصراحة كتير مننا بيحس بكده برضه، أول ما حد يقول لنا لأ، نحس إن حريتنا بتتسحب مننا، ليه كل حاجة فيها حدود؟ ليه ما نعملش اللي إحنا عايزينه وخلاص؟ بس الغريب إننا طول الوقت بنقبل الحدود، طالما مقتنعين إنها بتحمينا، نربط حزام الأمان مع إنه بيضايقنا. وما نمشيش في شارع معروف إنه خطر حتى لو كان الطريق ده أقصر. طب ليه؟ لأننا فاهمين إن مش كل قيد ضدك، فيه قيود بتحافظ عليك. بس أول ما الدين يقول خلي بالك، ما تحطش نفسك في المكان ده، ما تتأخرش بالشكل ده، ما تقربش من الحاجة دي، نحس فجأة إن ربنا بيضيق علينا، مع إن الحقيقة إن ربنا شايف اللي إحنا مش شايفينه. إحنا بنشوف لحظة، لكن ربنا شايف الطريق كله، الطريق كامل، شايف تعب ووجع وأذى انت فاكر انه بعيد عنك. يمكن عشان كده أوقات كتير المنع كان رحمة، وأوقات كتير الحدود كانت حماية. وأحيانا أكتر لحظة بنحس فيها إن ربنا مأيدنا بتكون هي نفسها اللحظة اللي كان بيحمينا فيها. الحب الحقيقي مش دايما يقولك اعمل اللي نفسك فيه، أوقات الحب الحقيقي بيقولك خلي بالك على نفسك. عشان كده مش كل منع يبقى تحكم، وأوقات الحدود بتكون رحمة. فالسؤال هنا، لو ربنا بيحط حدود عشان يحميك، احنا ليه دايما بنفهمها إنها خنقة